بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، زيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وستر من رب العالمين. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض إطعام أول مرة هنشارك به هنا في القناة، علشان برضو الدل على الخير كفاعله، عشان اللي عاوز يعمل وما معهوش. وطبعا الدنيا بقت صعبة على الناس كلها والدنيا بقت ضيقة، فاللي مش هيقدر يضحي السنة دي عادي ممكن تعملي أي حاجة على قدك إن شاء الله يا رب 10 وجبات. فاحنا معانا النهاردة يعني فكرة حلوة وسهلة وبسيطة، وممكن أي حد ينفذها في البيت، وفي نفس الوقت تسعدي بها أي حد غيرك، وبرضه تاخدوا بها الأجر والثواب في ال10 أيام اللي هم من ذي الحجة. وطبعا احنا عارفين أجر أي عمل بتعمليه في ال10 أيام دول أجره عظيم عند رب العالمين. وهنسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه النهاردة. معانا حوالي كده 3 كيلو لحمة. هنمسك كده القطعة بتبقى كبيرة هنقسمها لقطعتين. وعندي هنا الأول دوبت شوية دهن كده في الحلة الأول عشان يدولها طعم، وبعد كده هبدأ اقطع اللحمه وارصها كده جنب بعضها، ما احطهاش فوق بعضها، ارصها جزء جزء واخلص واطلعه واحط التاني لحد ما اخلص كل الكميه على بعضها، يعني كلها مره واحده. وبعدين ايه، هنقوم مرجعها تاني الحله مع بعض. هنا بسم الله هناخدها كده تشويحه على نار عاليه علشان نسد المسام بتاعتها، وتفضل الميه بتاعتها فيها تبقى جوسي كده وحلوه وما تنزلش ميتها. وهنحط دور ونطلعه عبال ما نخلص الكمية اللي معانا. هنقول الآية أو الحديث اللي هنبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيحسنا إن إحنا نطعم الطعام. وهنا طبعا عندنا برضو حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه: اتقوا النار ولو بشق تمر. يعني لو ما انتيش قادرة تعملي أي حاجة، هاتي علبة تمر ووزعيها. مية من البيت تكون ساقعة ومتلجة وزعيها، ما انتيش غرمانة فيها أي حاجة. على قد ما تقدري تعملي الخير إن شاء الله ربنا هيرده لك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. وعاوز أقول لك فضل الطعام ده وإطعام الطعام ده يعني فضله عظيم. سبحان الله، يعني والله لو عملت حاجة بسيطة خالص تحس إن ربنا بيدخل على بيتك البركة، وعلى عيالك ربنا بيهديهم لك. وسبحان الله بتبقى مخرجاها كده بنية إطعام يعني مسكين أو إفطار صائم في ال10 الأيام دول من ذو الحجة دول. ما شاء الله يعني أجرهم عظيم عظيم عظيم. فهنا طبعا زي ما قلت لكم كده خلصت كل الكمية هنا خلاص ورجعتها تاني في الحلة. وطبعا هقول لكم على كذا تركة كده هتساعد معاكم ان اللحمة تستوي معاكم، حتى لو هي كبيرة في السن، حتى لو هي يعني بتاخد سوا او كده ان شاء الله مش هتاخد سوا خالص. هنا معايا 3 4 فصوص توم كده، بعد ما خلصت اللحمة كلها وشوحتها خلاص حطيت معاها كده 3 4 فصوص توم وقلبتهم كويس. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه حبايب قلبي. طبعا برضو هنقطع معاها كده بصلتين حلوين كده، نقطعهم برضو معانا كده على اللحمة. ويا ريت تتقطع بإيديكي، بلاش المبشرة وبلاش الكبة، لأن برضو تقطيعة الإيد دي بتدي طعم غير سبحان الله. وهنا هنحط البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن فلفل أسود وشوية جنزبيل. ولو عاوزة تحطي شوية بهارات لحمة بسيطة حطي، في ناس بتحط. وهنحط طبعا ورق لوري وحبهان، كل الحاجات. ولو في مستكة حطي مستكة بتبقى جميلة برضو بالطعم. الشوربة هنا دي معلقة سكر كده صغيرة علشان تسرع برضو في تسوية اللحمة، عشان اللي ما يعرفش ما تحطيش الملح دلوقتي خالص، قرب ما تدخل في السوا في الآخر قوم حاطة الملح وسيبها تغلي غلوتين وبعدين طلعي. هنا بقى طبعا بزودها مية سخنة بتغلي، لازم تكون مية سخنة بتغلي، ما ينفعش ازودها مية باردة. دي برضو من الحاجات اللي بتسرع السوا بتاعها. شوف الطبق اللي انا حطيته ده حطيته تحت خالص في أرضية الحلة من تحت، وحطيت معاهم طماطمية هنا كمان اهو، يبقى حطينا بصل وتوم وطماطم. هنا عشان اعمل الحلة زي حلة الضغط، عشان اللي ما عندهاش حلة الضغط بجيب ورقة فويل كده ألمونيا، وبخلي الجزء اللي هو اللامع ده لفوق، الجزء اللي هو اللامع لتحت، اللي لامع قوي اللي تحت علشان يعكس الحرارة. وهنا طبعا هنعمل مع بعض شوية كفتة رز. طبعا عندنا اللحمة المفرومة وكنت طحنة كده تقريبا كيلو رز، غسلاه كويس ومصفياه وسبته لما نشف خالص وطحنته في المطحنة. وحطيت معايا معلقة مكرونة برضو طحنتها كده، وبصل وتوم والخضرة واللحمة المفرومة وطحنتها في قلب الكبة أو في المفرمة. وبعدين حطيت البهارات. وهنا هحط شوية كده بيكنج باودر بيخلوها منفوشة وجميلة.
انا بديكوا فكره، واللي انت عاوزه تعمليه اعمليه. انت ممكن تعملي شويه رز على شعريه وحبه كفته رز وبس، لو ما انتيش قادره تجيبي اللحمه عادي، برضو وجبه وهياكلوها ويبقوا مبسوطين بيها. سبحان الله. يعني في ناس بتقعد بالشهر وبالشهرين ما بتدوقش رز على خضار، وكل اكلها اللي هم العمال يا حبايبي اللي في الشارع، وبتبقى اغلب اكلها عيش وجبنه طعميه فول حاجات من دي، زي الصعايده اللي بيبقوا متغربين عن اهلهم وبيبقوا جايين هنا مثلا في كل البلاد، بنشوفهم وقاعدين يا عيني بيدوروا على شغل ومش لاقيين. دول اغلب اكلهم من الشارع، وبيبقى نفسهم في اي لقمه، لو يعني حبه رز وخضار بس حاجه سخنه كده. شوفوا ما شاء الله، بعد نص ساعه اللحمه استوت معانا وبقت جميله خالص ما شاء الله. شوفوا اهي اتهرت خالص من اللي احنا عملناه. نشوف الشوربة بتاعتها جميلة صفرة وصافية وجميلة روعة ما شاء الله. فهنا ما شاء الله اللهم بارك، عملنا الكمية كلها، وعملت هنا الكفتة وصبعتها وحمرتها خلاص اهو. وهبدأ احطها بقى في الايه، في التقلية. طبعا بتزودي معاها بطاطس علشان تزودي الكمية عشان تقدري تعملي اكبر عدد من الوجبات. وهنا خلصنا وهنطبخها خلاص زي ما عملنا، قلنا لها كده فصين توم، كام فص توم كده، ما حطيتش فيها بصل في التقلية بتاعتها. وطبعا انا هنا عاملاها تقيلة عشان لما احط في الاطباق ما تدلدقش. فهنا نبدأ نغرف الأطباق بقى. طبعا دي كانت حاجة سهلة وسريعة وفكرة علشان ندل الناس على الخير، مش ان احنا بنتفشخر زي ما الناس بتقول، او ما ينفعش ان انت تعملي. احنا بنعمل كتير من ورا الكاميرا، بس اللي كان لازم اشارككم الفكرة دي علشان اللي عاوز يعمل في أيام اتنين وخميس في رمضان في العشرة الأوائل دول. هنا عملنا عبينا رز كتير وحتتين لحمة، وحطينا هنا كفتة وبطاطس العينين التانيين، وهقفل كده وهكذا لحد ما أخلص الكمية كلها، برضو لحد الأطباق كلها، وبعدين هوزعها. وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. ويبقى كده قدمنا حاجة لوجه الله، وربنا يتقبل مننا، لأن الأعمال بتبقى مضاعفة في العشرة الأوائل من ذو الحجة وفي الأشهر الحرم. فربنا يتقبل منا يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا، ويدخله بالخير على بيتنا وعلى عيالنا يا رب، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.